راي يا عم اسكت يا عم، اقسم بالله انت مؤمن يا حسن. استغفر الله العظيم يا رب. المعلق بيحسسني ان الزمالك ده ريال مدريد قدام المصري، وعامل نفسه اعمى ومش شايف على القرار الكارثي اللي محمود ناجي الحكم تغاضى عنه. ركله جزاء للمصري فضيحه بكل المقاييس، الحكم مش حتى قدر نفسه وراح للفار. واقول لك ايه، الزمالك يبدع يتالق ويعمل، يا عم ارحمنا، اقسم بالله العظيم انا قاعد بتابع اهو. الحكم تحسه محرجم المصري كل شويه. طب ما هي ركله الجزاء اللي الزمالك كان طمعان فيها لولا اوف سايد كنت هتحسبها اصلا، يعني والله لولا اوف سايد كنت هتحسبها. وهو ده تطوير، ده تطوير التحكيم، ده المنظومه اللي بتتطور. الم... المعلق ماسكنا زي ما يكون اخوان الفينا وعبد الله السعيد، وايه ده يا ابني، ايه الحلاوه دي وبتاع. ايه يا عم، ده قرار محمود ناجي بالتغاضي عن ركله جزاء للمصري في اول الشوط، دي اللي غيرت اصلا سير المباراه. فين الفار؟ ما تروح للفار يا اخي. ولا هو الزمالك دايما كده عينه في الزمالك لحد ما يقف على رجليه، ويا ريته بيعرف يقف على رجليه كمان. قال لا، كل شويه فاول على المصري. طب اللاعب بتقاسم قصبة رجله في المنطقه هناك بين ثلاث لعيبه ولا لاعبين في منطقه الجزاء، وانت واقف شايفها ومفيش خالص. عايزين الدوري للزمالك اديهوله، بس مش بالشكل ده ولا بالمنظر ده. قال لا، لامتى هيفضل الزمالك يعني بيستعين بالتحكيم؟ لامتى هيفضل الزمالك بيطمع في ركله جزاء او يتغاضى عن احتساب ركله جزاء له؟ يا جماعه الدوري ده، يعني احنا عارفين انه اهلي زمالك اسماعيلي بيراميدز ايا كان، العداله التحكيميه هي انجح حاجه في المنظومه، وهي بتنجح اي منظومه، سواء كنت يد قدم بتاع. لكن بالمنظر ده، في ردود افعال على السوشيال ميديا، والجمهور المصري مش عاجبه الحال. ويا ريت المعلق رحمنا، ده مش فاصل، مع كامل احترامه والتقدير له يعني، بس استفزاز من عجب. استفزاز من عجب، كل شويه إيه مدرسه الفن والهندسه، مدرسه مش عارف ايه. والله ما عمل حاجه، ده الجول اصلا جاي بالعافيه، لخبطه خد هات ما اعرفش ايه، والكوره تايهه بين الاقدام، وبالعافيه روح زقها ودخلت جول. مش قلنا حاجه، كسب، تقدم بهدف. لكن ليه ما بتدوش اي خصم قصاد الزمالك حقه؟ امال الفار دي بدافعين عليه ملايين ليه؟ مش عشان ترجع له؟ ولا هو عند الاهلي بس اول ما نجيب هدف نص ساعه عند الفار؟ ولو في ركله جزاء ضده مش مشكله، نروح نشوف احسب ضربه جزاء وخلاص. ما هو ده كله واضح والجمهور باخد باله. يا جماعه بالله عليكم ساعدوا النادي الاهلي في تحقيق الشفافيه ما بين الجميع. النادي الاهلي الوحيد اللي في المنظومه اللي بيفضل ينادي، ولكن لا حياه لمن تنادي. يا جماعه الفار موجود، يتطبق على الجميع، الاهلي قبل الكل. لكن كل مباراه كده نشوف الزمالك ركله جزاء يحتوى، ما هو قال محمد عادل قبل كده احتواء. والحكم محمود ناجي مع كامل احترامه والتقدير، ده رايي اللي انا بقوله يعني، هتفضل مأيد لعيبه المصري لامتى يعني؟ هو محرم عليه يدخل المنطقه؟ محرم عليه ان هو مثلا لازم يتقسم قصبة رجله عشان تحسين وقت الجزاء؟ خلاص وبنزلوا بنشار معاكم بقى في الشوط الثاني. والله العظيم اللعيبه تبقى تاخد معاه ايه، اي حاجه كده، عشان لازم من احتساب ركله جزاء، من شروط احتساب ركله جزاء لاي خصم قدام الزمالك تتكسر قصبة رجله، او يطلع على نقاله، يعني بعد الشر عليهم. بس مش كده. وياما لسه الله اعلم بقى، هنشوف الشوط الثاني فيه ايه. دعونا نشاهد ماذا سيحدث في الشوط الثاني، ونتبدأ يعني. والله العظيم من قلبي بتمناها كده تكون اخر الفضائح التحكيميه اللي بنشوفها في الدوري المصري. دمت في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.